السلام عليكم حبوباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذه الحلقه غادي نقدم لكم براونيز كيجي فن وكيجي معلك بهاد الكلمه معلك غزال. شفتو عند واحد السيده كليتو عندها وعجبني وعطاتني المقادير ديالو، قلت علاش لا ما نشاركهمش معاكم. كيجي فن وكيجي معلك صراحه زوين بزاف، وهو راه ما كيتنفخش. اللي شافو تما وما عارفش اشنا هو البراونيز اللي يقول الكيكه مفشوشه، يعني بزاف فينا كنقولوا بحال هكا، ولكن هذا البراونيز ما كيجيش منفوخ، هذاك هو السمك ديالو علاش كيبقى. ندوزو المقادير. عندي هنايا 160 غرام ديال الزبده مقطعه، وعندي هنايا الشوكولاط مقطع مربع تقريبا واحد 100 غرام. الشوكولاط حاولوا يكون نوعيه زوينه. وعندي هنايا 3 البيضات بحراره المطبخ. انا عندي هنايا البيض كبير، اذا كان عندكم بيض صغير غادي ديروا 4 البيضات. وعندي كاس ديال دقيق الفورس، ما غاديش نكملو، غادي ندير غير كاس لاروب. وعندي كاس ديال سنيده، كيجينا الحلاوه هي هذيك لانه عندي الشوكولاط حلو فيه الحلاوه. وعندي خماره حمراء، وعندي تما المكسرات. بالنسبه للمكسرات اي حاجه عندكم، اي نوع ديال المكسرات عندكم في الدار ممكن ديروه. انا تما عندي شويه الكركاع واللوز، هرمشتهم وخلطتهم. وعندي تما واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو غبره المور. هنا بالنسبه للطريقه، كندوب ديك الزبده مع الشوكولاط في كاسرونه، من بعد كنديرهم كنخويهم في واحد الاناء، كنخليهم حتى كيبردوا شويه. وفي اناء اخر كندير دوك 3 البيضات مع داك الكاس ديال سنيده، وكنهز الطراب وكنطربهم مزيان بيديا حتى كيتغير لهم اللون شويه، وكتذوب سنيده شويه. من بعد كنضيف نهزو كنخوي على داك الشوكولاط والزبده، وكنخلطهم جميع. هنا كيف ما كتشوفوا كنحركهم مزيان مزيان حتى كيتقال ليا شويه، كيتغير ليه اللون ديالو داك البيض. ما كنستعملوش هنايا في هاد الوصفه الطراب الكهربائي، بلاش كنستغناو عليه. سمحوا لي الصوت ديالي عيان شويه. صافي دابا ندير داك الخليط ديال البيض والسنيده، كنضيفهم على داك الخليط ديال الشوكولاط والزبده، وكنخلط مزيان مزيان كما كتشوفوا معايا تما. كيجي فيه صراحه مذاق زوين، وكيف ما شفتوا المقادير بساط بزاف وساهلين، وفي نفس الوقت كيجي معلك. وكنغيروا شويه على المعتاد ديال الكيكه كطلع في الراس بعض المرات، كنبغيو نغيروا به. المهم هذا بعدا المحبين الشوكولا اللي كيبغيو الشوكولات. صافي هنايا من بعد ما حركت مزيان كنضيف داك المعلقه ديال الكاكاو غبره، وكندير دوك المكسرات اللي عندي حتى هما كيجي ديك القرمشه ديالهم كتجي زوينه في وسط هاد البراونيز. صافي من بعد كنخلطو مزيان كما كتشوفوا، وكنضيف داك الكاس لاروب ديال الدقيق. راه كنقص منه كاس لاروب دابا نوريه لكم. هانتوما كما شفتوا حيدت داك 4 كاس، كندير غير كاس لاروب لانه هاد البراونيز ما كيهش لينا الدقيق بزاف. وحتى بالنسبه للخماره راه كاين اللي ما كيديرهاش فيه، انا درت فيه هذاك وما كملتهاش اصلا بزاف. يعني كاين اللي كيديرها كاين اللي ما كيديرهاش، انا درتها. صافي كنخلط مزيان كما كتشوفوا حتى كنحصلوا على القوام هكا، ما ثقيل ما خفيف، ولكن كيكون صراحه خفيف شويه بالنسبه للكيكه. الخليط ديال الكيكه ما تيكونش بحالو، خليط الكيكه تيكون تاني ثقيل عليه شويه، هذا لا تيبقى خفيف شويه. صافي هنايا كناخذ داك نص خماره اللي درت، ما درتش خماره كامله، كنديرها في الغربال او الصفايه ولا كنخرجها باش يجينا يعني كنحيدو من هذوك الحبيبات اللي كيكونوا في الخماره. صافي وكنخلط، وكنجيب المول نحطو فيها.
هنايا غادي نجيب واحد شويه ديال الشوكولات مقطع، كنديرو. راه تقطع ليا شويه الفيديو. كنجيب الشوكولات كنقطعو وكنديرو، اولا لي بيبيتو شوكولات هما نديروهم مع داك الكركاع واللوز صافي. وكنجيب هنايا مول ديال الزاج، انايا درت فيه ورق زبده، ورق الطهي صافي. نخوي فيه داك الكيك كامل. وهنايا باش ما كان المول شويه صغير، انا ما عنديش صراحه مول صغير. كاملين لي مولي عندي كبار، خصني نيت ناخذ شي واحد صغير، لانه البراونيز باش ما كان في مول صغير كيكون المنظر فيه زوين، فهمتوا؟ يعني ما خصش يكون المول كبير. انا بالنسبه لي هذا المول يعني في القياس ما كبير ما صغير صراحه، حيت ما بغيتوش البراونيز ما بغيتوش يجيني غليظ ومنفوخ. هو ما تيكونش غليظ ومنفوخ، تيكون يعني هو معروف تيكون رقيق وتيكون معلك. هو ضروري التعليكه والشوكولات ويكونوا فيه، وحتى القرقاع اولا البندق، هذا هو باش معروف البراوني. صافي كندخلو نخويه في داك المول، كندخلو الفران درجه حراره 180 درجه. قل من نص ساعه يعني ثلث ساعه كنطفيو عليه. كي كنشمو ريحته كنعرفوه راه طاب. الا خليناه فات ثلث ساعه كيتحرق وما باقيش كيجي زوين. ملي كتخرجوه كيجي يابس بزاف، يعني ما كيجيش زوين في الطياب. صافي هنايا ها هو كنخرجو، كنخليه حتى كيبرد وكنقطعو كيف ما كتشوفوا. كيجيو فيه دوك الطريفات ديال الكركاع باينين لتحت، كيجي فن زوين ومعلك البنات. والله ما شهيتكم فيه وبصحه والراحه.